أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad 27 April 2025 Masehi, atau yang bertepatan dengan 29 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Agus Sobirin Agusci, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim Ilsi MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Muslim Ansori dengan pembahasan kitab Tafsir Jalalain. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharap untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika selama berada dalam masjid, serta mengikuti rakaat zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي الله أكبر. الله كبير والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا.
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله، 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 سبحان الله،
سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم وأنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 عظم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Ya Allah, bismillah. Bismillah. Maju. Helmi maju, Helmi. Haji Makmun. Ayo. Haji Makmun. Mang Ian. Bismillah. Mang Yani. Cik Jos, Cik Tom. Mana ini, Bang? Siapa yang Jos? Siapa yang main kita? Maju. Bismillah. Ya Allah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا للشيخ محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والجنيد البغدادي ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته مصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Masyarul hadirin wa kafatul mustami'in, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah salat maghrib, isya, jamaah pengajian tetap, majelis ta'lim tafsir Quran yang kita pakai, yang kita gunakan tafsir Jalalaini, dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Masih tetap diimami oleh guru kita Al-Ustaz Ibrahim LC Al-Hafiz. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Sebagaimana kita maklum bahwa kita sudah hampir ada di penghujung bulan Syawal dan waktu terus berlalu sangat cepat. InsyaAllah besok lusa kita akan masuki bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah dan lain sebagainya. Habis tahun ini masuk lagi bulan Muharram 1447. Nah, ini 1446. Kakek Muharram kakek kita masuk di 1447. Baik, alhamdulillah kita sudah hari ini merasakan simpati yang luar biasa. Kita umat Islam insyaallah walaupun dengan fisik atau non fisik ada perhatian, simpati dengan dulur kita yang ada di Palestina. Kita mewujudkan rasa simpati ini dengan istighosah, dengan berdoa. Apalagi kawan-kawan ada yang melok demo dan lain sebagainya. Ini umat Islam yang baik namanya. Ya, jangan kita ecek-ecek tak tahu dengan dulur kita yang ada di Palestina itu. Memang dalam sejarah ini ya. Wong Yahudi, Nasrani, wong Israel itu, wong Zionis itu tidak bakalan senang dengan kita ini. Sebab apa? Kita percaya dengan Quran. Quran ini adalah wahyu dari Allah, ya. Wahyu Allah, kalamullah. Bahkan kalau kita kepengen nak berdialog kepada Allah, kita dianjurkan baca Quran. Ya, idza arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Qur'an. Kalau kita nak ngomong, nak berdialog kepada Allah, maka kita baca Quran. Ya, baca Quran. Ada dua cara kita ngomong kepada Allah ini. Pertama dengan baca Quran, berarti kita sedang berdialog kepada Allah. Sebab Quran itu adalah merupakan kalamullah. Kapan waktu yang kedua? Waktu kita sholat, waktu kita tahiyat. Nah,
waktu kita tahiyat itu. Berarti kita itu ngomong kepada Allah. Ini perwujudan dialog antara Nabi dengan Allah. Kalau kita baca itu berarti kita berdialog kepada Allah. Sebab dalam grammar bahasa Arab itu mukhatab atau yang kita ajak ngomong itu dekat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. 3 kalimat ini adalah bentuk dialog kita kepada Allah. Makanya kita itu diharapkan atau dinjau petunjuk dari imam-imam ulama fikih waktu kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk kita menunjuk berarti kita menunjukkan syahadatun ilahiyun, syahadat ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita Imam Syafi'i ini cuman tegak bae. Nah, ada yang ngoter. Ada yang naik turun. Nah, ya, dikit bae. Tergantung dengan imam mazhab masing-masing. Kalau kita yang Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i. Kita ini pengikutnya namanya Syafi'iyah. Kita meloi mazhab Imam Syafi'i namanya Syafi'iyah. Nah, dia nama mazhabnya Syafi'i. Yang menciptakan mazhab itu namanya Muhammad bin Idris. Muhammad itu nama yang ciptanya, Idris itu nama bapaknya Syafi'i itu. Makanya kita ini yang di Asia Tenggara, Indonesia terutama banyak Palembang ini itu Imam Syafi'i dia, Syafi'iyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di Mekah banyak yang ngoter. Oh, cukup mama ini beliau gawe. Naik turun. Iya. Mak mana kalau tak pakai yang ini, tak apa. Tidak pula nak pakai ini nian. Ngapa sangkan tak kan ini nian? Tunjuknya putus. No, kamu. Yang di Mekah itu kan ada yang kata ini nah. Ya karena dia maling masalahnya kan. Maling, iya maling. Nah, itu makanya ininya diputus, ditetak itu nah. Tidak pakai main, tapi artinya tauhid. Nah, jadi ada 2 cara kita nak ngomong kepada Allah. Yang pertama baca Quran, yang kedua kita baca tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini sebenarnya mengandung tauhid. Nah, dia mengandung tauhid. Ngapa sangkan uji ku tauhid itu? Awwaluddin ma'rifatullah. Sebenarnya pokok agama ini adalah mengenal Allah. Nah, yakin dengan Allah. Mana cara meyakini Allah itu? Ya kita memahami Islam. Itu ya. Sebab di dalam Islam inilah kita yakin dengan adanya Allah. Itu nah ya. Kalau umpamanya pacak tak Mir bertemu Allah dia, pacak bertemu Allah. Kapan? Di surga. Ya, di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang baru mati pacak bertemu dengan Tuhan. Siapa? Baru mati, dia pacak langsung bertemu dengan Tuhan. Ada. Ini yang baru mati tadi nah. Paus Yohanes Paulus. Baru mati lah baca bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah yang beda antara kita dengan agama dia itu. Nah, siapa yang ngajar tauhid di sini nah dia? Ustaz Syarifuddin, apa Ustaz Majid, apa siapa dia? Nak dilurus ke ini. Kita ini namanya agama tauhid. Tauhid itu artinya wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu asal katanya wahid, artinya ahad. Satu, dia tunggal. Nah, makanya surah Al-Ikhlas itu
Kul huwallahu ahad. Nah, ahad itu tunggal namanya dia. Tidak kata yang namanya triple, kata yang namanya 3. Nah, dia itu trinitas. Trinitas itu artinya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Bunda Maria, Roh Kudus. Nah, nak dianu kenian ini. Siapa yang nak nerangkannya? Kita nilah dengan anak-anak. Sebab ini hari ini ada fenomena atau media sosial yang terlalu mengekspos kematian Mang Paus ini yang dicium oleh si Nazaruddin Umar kemarin. Nah, dia sebenarnya tidak boleh itu, tidak boleh. Walaupun dia profesor doktor harus nyago tauhid dia tuh tidak boleh. Karena apa? Karena berkawan dengan wong yang bukan Islam, ya, selama itu ada hubungannya dengan akidah, keyakinan, haram hukumnya. Haram itu ya. Tapi kalau sesama kita ini pebisnis, pegawai, tidak apa-apa. Bertetangga, tidak apa-apa gitu. Itu ya. Kalau masalah tauhid, keimanan, akidah, masuk masjid, masuk gereja, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, mana Ustaz Ibrahim tadi dalam surah mana Quran dalam Quran itulah ada disebut ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu berapa itu ya? Nah ya, aku ni kena dah hafal ini Ustaz Ibrahim, bantu Ustaz. Bentar ya. Supaya kita clear dan clean. Ya. Bentar. Kunangnya tahu bahwa pegangan kita ini adalah Quran. Nah, Quran ini mukjizat. Tidak pacak berubah. Ya, kalau agama yang lain pacak berubah. Liwat apa ini? Nah, ini surah An-Nisa ayat yang ke-140. Surah Nisa ayat yang ke-140. Ini dalil kita tak boleh berkawan dengan wong yang selain Islam dalam segi akidah, keyakinan, keimanan. Tapi kalau masalah bergaul di muasyarah, bergaulan bertetangga, bergaul masalah berbisnis dan lain sebagainya boleh. Itu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau masalah agama, nah inilah sudah jelas. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan telah turun kepada kamu Alkitab yaitu Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillah, kalau ayat Allah, agama Allah, yukfaru biha, diingkari. Siapa yang mengingkari kita ni? Orang di luar Islam. Dia tidak percaya dengan Islam ini. Itu ya, bahkan membenci kita. Wa yustahza'u biha, anggap remeh kita umat Islam ini. Kita ini dimehek-mehek ke, di pojok-pojok ke itu, dihina-hina. Nah, mana ini pendirian kita? Fala taq'udu ma'ahum, jangan bergaul dengan dia. Jangan berkawan dengan dia. Apalagi nyium kening dia. Dah. Benci aku. Iya, kening wak paus dicium. Fala taq'udu ma'ahum. Ini bahasa Qur'annya fala taq'udu. Fala taq'udu itu artinya jangan duduk.
Tapi kalau dalam tafsirnya jangan bergaul dengan dia. Nah itu ya. Yang apa ini? Siapa? Wong yang bukan Islam, yang ngejok kita umat Islam. Nah itu ya. Yang memusuhi umat Islam. Termasuklah wong Yahudi itu nah. Wong yang menghancur ke dulur kita di Palestina itu tidak boleh kita berkawan dengan dia. Coba jengok ini hari ini nah. Belum pernah seumur hidup aku ini emas sesuku itu 12 juta itu. Kau siapa itu? Ini ceramah apa nak marah ini? Ngopi dulu. Iya. Ini black coffee. Tapi di sini namanya kopi hitam 5.000. Kalau black coffee 11.000. Iya. Namanya be ya pinter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Main kan. Insyaallah. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan berkawan dengan wong kafir. Jangan berkawan dengan wong yang ngejek Islam. Itu ya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Nah, apalagi terlibat di dalam ngobrol ya, berkelakar, yakhudhu fi haditsin ghairi. Akibatnya apa? Kita yang bergaul dengan wong Kristen, bergaul dengan wong Yahudi, bergaul dengan wong Nasrani, ya. Itu dampak negatifnya itu balasannya innakum idzam misluhum. Berarti kamu sama dengan dia. Nah, ini Quran ini nah. Kalau kamu masih bergaul dengan wong yang ngejek Islam, ya, memperolok-olok ke Islam, mendiskreditkan umat Islam, memusuhi Islam, masih kamu ajak berkawan, bersahabat, innakum idzam misluhum, berarti kamu kaget jadi pecah dia tulah. Nah, itu ancaman Quran ini. Jadi di akhirat kaget mana Pak Amir? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan jami'ul, mengumpul ke al munafiqina, wong munafik. Siapa munafik? Yang bergaul dengan wong kafir tadi. Nah, wal kafirina, nah jelasnya wong kafir. Fi jahannam jami'a, secara menyeluruh mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, dekati lagi yang lebih jelas dari sini. Aku lah habis, aku lah sudah tanggung jawab, aku sudah lepas tanggung jawab aku. Kalau aku ditanya oleh malaikat kayak Mir, lah sudah belum kau sampai ke? Jangan nak nyegak-nyegak main itu malaikat. Oh, ini di sini aku ngomong, di sana kaget assalamualaikum aku. Sudah, ngapa dia? Ini buka catatan malaikat kiraman katibin. Ya segala gawe kita ini kan tak lepas dari catatan malaikat munkar. Siapa? Raqib Atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut kita ini, tidak bergerak apa yang menjadi jasad badan kita ini kecuali lah dicatat malaikat raqib dan atid. Nah iya. Langkah kaki kita ke masjid dicatat malaikat. Bacaan yang galak kita pelok Ustaz Ibrahim dicatat malaikat. Kamu yang ratib al-haddad, ratib al-atos, ratib apa lagi itu ya? Ratib saman lah dicatat galo. Omongan-omongan kita inilah dicatat galo. Termasuk aku yang lah nyampaikan ini nak. Malaikat inilah nyatat galo ini. Ndak baca nak ini, ndak baca nak umpamanya nak bekelak lagi. Malaikat Raqib Atid lah sudah nyatatnya nak. Nah, sudah kau lah sudah habis tanggung jawab kau Mir. Libatlah kau. Nah, yang lain pula. Aman aku. Udah. Mana kau Yan? Yani. Yani pula. Nah, Haji Makmun mana? Itu ya. Nah, jadi walaupun mak mano ya,
kita tidak bakalan pacak berkawan. Sebulan yang lalu tuh sudah ada pengumuman gencatan senjata. Artinya apa ini? Tidak boleh berperang. Tidak boleh lagi merangi kita umat Islam yang ada di Palestina itu. Tidak boleh. Lah sudah apa ini? Lah sudah perjanjian. Nah ini masih dia. Itu ya. Apa kau coba tengok itu? Yang tidak terekspos dia apa? Di media itu. Kita baca yang di CNN di mana-mana tempat. Kapal perangnya terbakar, tankernya terbakar. Ada tempat lagi yang sudah hancur itu ya. Ini apa dia komentar dia tuh, faktor tidak kesengajaan segala macam itu. Ini ujiku ya. Ini adalah peringatan bala dari Allah. Cuman karena apa? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Ya. Karena apa? La tata'annam dalam hati dia itu ya. Dalam hati dia itu wa fi sudurihim akbar. Permusuhan dengan kita ini lah sudah memuncak gitu nah. Dengan kita ini dia paling tak setuju dengan kita ini dia tuh. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani ya paling tidak senang dengan kita. Ya, dengan umat Islam ini nah, hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ini melok agama dia. Paling tidak melok gaya hidupnya itu nah. Melok lifestyle. Ngerti kamu? Iya. Gaya hidup gitu ya. Itulah yang disodorkan dengan kita ini. Apa ini? Apa Alfamart, Indomaret segala macam. Tengok produk-produk itu nah. Haram kita beli produk yang dari sana tuh haram. Umpamanya apa dia yang sudah di-share oleh Majelis Ulama Indonesia itu. Yang tidak boleh kita beli itu dia itu. Nah, macam-macam pokoknya. Entah itu makanan, minum itu ya. Apa yang budak-budak makan yang apa ini keripik-keripik, jeli-jeli itu nah. Itu ya. Banyak kan itu. Nah, tidak boleh lagi gitu. Bayangkan itu ya di seluruh dunia berapa ratus negara itu ya yang ada perwakilan dia itu 1% baik keuntungan dari dia nyual itu umpamanya KFC itu baik ya 1% baik dari seluruh dunia ini itu disumbang ke untuk apa ini untuk Israel yang membeli senjata dengan Amerika yang menuyung Palestina itu kita melok dosonyo. Nah kata lagi lebih terang dari sini aku pokoknya iya. Kita melok dosanya itu daripada kita beli di KFC segala macam itu biarlah orang luar tak tahu dengar apa ceramah aku ini apa nama disuruh no emang Yani ini memang provokator memang ini benar itu tengok banyak gitu nih nah makanan kuliner ciri khas kita Palembang banyak. Tidak usah lagi yang nak beli yang itu tidak usah. Pempek sagado. Nah ini, oh iya sering mampir ya lah. Banyak gitu nih yang nak ngenyang ke perut kita. Tidak perlu KFC nih ya. Iya, itu ya. Nah ada lagi kalau di Saudi itu namanya nasi albek. Nasi albek itu ya. Ayamnya yang di presto itu. Ini hari ini. Tidak usah lagi yang itu. Jauhi go di Saudi sana. Ada almas. Ya benar. Almas. Nah almas. Iya. Tidak baca ke almas. Pagi sore. Palangan itu ya. Nah jadi salah yang dieksploitasi yang di media itu ya. Naik tangga dijemput malaikat. Kau? Ya. Sayang nih anakku nih kurang ini nih ya waktunya itu ya. Nah yang jelas kita jago itu ya, jago akidah kita, keyakinan kita. Kalau dalam segi keimanan akidah jangan kita bergaul dengan wong yang agama lain ya, kecuali kita agama Islam di lana. Jadilah kita nih nah insyaallah kita kumpul di dunia sampai di akhirat sampai di surga kumpul juga dalam keridhaan
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad 27 April 2025 Masehi atau yang bertepatan dengan 29 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Sobirin Agusci dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim Ilsi MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan pembacaan notib Alatos bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Anjes Kemas Haji Agus Muslim. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk beriat itikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rakaat zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الذي هو لا الله أكبر. اللهم الكبير والحمد لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد